اغلبيه النساء في اوروبا ماشي كلشي، اغلبيه كيطلعوا الرجال ديالهم من الحبس. هاد اليومين نزلتي واحد اللايف اه فيسبوك الباج ديالك، قلت لهم بلي رجعوني ريفولي. هاد القضيه هادي واش كاينه ولا ما كايناش؟ كنتي يعني ناوي موعد واحد البنت بالزواج وفي الاخر خويتي بها. مش غنقول لك اخاي والد، واحد النهار كانت دالي التليفون الخاوه ديالي، كنت يلاه شاري التليفون، كنا دار مع موالين الدار، مشيت تبات معاه في الدار، التليفون خليته كيتشارجا، لقيت غير الشارج. هل هو اكبر مبلغ اللي شبرتيه من السوشيال ميديا؟ لا قلت. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده برنامج حكيتي مع والد. لا المهم السلام عليكم، مرحبا بكم. وعليكم السلام خاي والد، تبارك الله عليك اخاي ديالي، شرف كبير هذا اخاي ديالي، الله يحفظك. عندنا ان شاء الله. مرحبا اخاي، الله يحفظك. مرحبا بك في المغرب. شكرا اخاي، الله يكبر بك اخاي والد. الله يحفظك. وفوقاش اليوم جيتي واخا؟ جيت نهار الخميس اخاي والد، دابا 4 ايام باش جيت. 4 4 ايام هادي باش جيت اخاي والد. فوقاش طلعتي لاوروبا؟ انا اخي والد طلعت في 2018 شهر 8 في 13 طلعت اوروبا. هذه كانت هي اول نهار غادي المهم كنت طلعت قبل ولكن ما كتبتش، كان وقع لنا واحد المشكل في البحر وكذا وهذاك، ولينا رجعنا ودازت واحد السيمانه عاود قررنا نطلعوا من جديد، وهي هذيك طلعنا نيشان الخاوه وصلنا عملنا شي 8 سوايع وصلنا لاسبانيا الخاوه 2018. 2018. كيفاش الطريقه اللي طلعتي بها؟ الطريقه اللي طلعت بها واللي ما ننصح بها حتى شي واحد اخوتي ديالي، باش حنا ما كنحرضوش على الحريق، داكشي اللي دوزت انا اخوتي ديالي راه صعيب قسما بالله. يعني انا طلعت اخوتي ديالي في باتيرا، تخيلوا معايا طلعوا معنا 40 ديال الناس اخوتي ديالي في باتيرا، فاش طلعنا راه اش غادي نقول لكم لما بدا كيدخل علينا، المهم بلا ما نقول لكم انا الشيء ديال الحريق اخوتي ديالي من احسن الذي يبعد منه اخي والد، لان راه اول حاجه كتغامر بحياتك، ما عرفتش راسك واش غادي توصل ولا ما غاديش توصل، ما ضامنش راسك فهمتي، كتخسر فلوسك، بغا شي واحد يطلع من الاحسن يطلع بواحد الطريقه اللي هي قانونيه فهمتي اخي، وهادشي اللي كنقول لكم اخوتي ديالي. سينا كيفاش جاتك الفكره زعما باش تطلع؟ الفكره اللي جاتني اخاو كيف ما كتشوف، يعني الشباب ديالنا تقريبا كامل في المغرب الخاو ديالها تقول له واش تقدر تطلع لاوروبا يقول لك نبات ما نصبح، يعني اي واحد يعني انايا يعني بحالي انا بدي بحالي بحالو. واش كنت يعني كيفاش كنت عايش حياتك هنا قبل ما تطلع لاوروبا؟ كنت عايش اخاي ديالي، كنت قريت اخاي ديالي خرجت من السانكيام صافي، شفت الوالده توفات الله يرحمها وشفت يعني الوالد بوبري على قد الحال، حنا عائله ماشي زعما غادي نقول لك يعني عائله اللي هي يعني على قد الحال، ما عندناش وما خصناش فهمتي. خرجت بديت كنخدم في شركه ديال الخياطه وهذاك، انت كتعرف شركه ديال الخياطه انايا خاوه فهمتي، كنا خادم من 11 درهم كتجيب ديك 100 درهم في النهار خدمتي ولا وصلت يعني كتجيك في الشهر كتجيك واحد 270 درهم 2700 درهم فهمتي. شوف ما قداك والو، بقيت كنجمع شي فلوس اخاي وهذيك الفلوس اللي جمعت والله ما جمعت انا، الوالد كمل لي 5000 درهم اخوتي باش حرقت والله العظيم. وعلاش ما بقيتيش زعما خدام هيداك ما دابا انا الخاوه ديالي ما نكذبش عليك، طلعت وداكشي اللي عملته الخاوه ما كنتش غادي نعملو هنا صراحه، بزاف د الحوايج عملتهم تما ما كنتش غادي نعملهم هنا في المغرب. يعني المغرب بلاد مزيان ماشي غادي نقول لك ماشي مزيان، ولكن الخاوه ديالي كتشوف راسك هنايا ما غاديش تعمل شي مستقبل في حياتك. واخا وملي طلعتي اول مره تما باش تدخل الباتيرا كيفاش دوزتي ديك الايام الاولانيه؟ كان كنتي عامل مع شي حد تما ولا طلعتي؟ لا الايامات الاولانيه خي وليد طلعت من تمايا طحت لومينور قاصر فهمتي، ماشي كنت قاصر، انا داك عندي 19 20 سنه داخل في 20 سنه فهمتي. هي هذيك تحت لومينور تما داوني واحد السنترو في الجهه ديال لا لينيا، الناس اللي في اسبانيا راه كيعرفوا لا لينيا فين جات الجهه الاندلسيه، داوني تما وهذاك السنترو هذاك عامر، يعني ديك الايامات اللي طلعنا حنايا كانوا الناس كيطلعوا بزاف. 2018 كانت الحريق بزاف ديك الايامات، يعني راه شحال باتيرات حنا فاش خرجنا خرجت 3 باتيرات، كل باتيرا فيها 25 واحد 45 واحد فهمتي، يعني كانت موجه ديال الحريق والسنتروس كانوا عامرين بزاف. وانا مشيت تما خوتي ديالي حيت انا عارف راسي ما غاديش يعدوا لي الوراق تما هذاك السنترو، حيت انا ماشي مينور مايور كبير. وهي هذيك اخوتي ديالي ريحت تمايا في السنترو هذاك واحد يومين نرتاح دوزت صراحه. تعاملوا معنا اخوتي ديالي قسما بالله، تعاملوا معنا عطاونا الحوايج كي فين ندوش عندك الماكله كلشي ديالك ما يخصك حتى شي حاجه، الطبيب كيديوك الطبيب كيدوزو لك اي حاجه. ولكن اخوتي شفت راسي انا يعني غادي نضيع الوقت ديالي تما صافي، طلعت في حالي نيشان اخوتي ديالي من برشلونه، كما كتعرف هذيك تدخل برشلونه مدريد كدوخ كتسمع ديك مدريد برشلونه صح كتبان لك راه جنه وكذا، وراه تما الخاو ديالي راه كاين بنادم بزاف الناس كتسوفري صراحه انا خاي والد فهمت. يعني المهم عوضت لك شويه انت من ديك بار الحمد لله. انا ما نكذبش عليكم اخوتي ديالي، انا باش انا تما ما كنخدمش، يعني باش خدام اخوتي ديالي بريزو سوسيو فهمتي، فيديوهات وكذا وهذاك باش عايش باش كنخلص الكرا ديالي تما باش كنسرد نخوتي وكذا الحمد لله.
واخا المهم شحال بقيتي يعني ديك الفتره اللي ما كتعمل فيها والو حتى جاتك الفكره تعمل هذا الشيء، هذا الفلوغات دابا حاليا كتعمل فلوغات ياك؟ انا بديت في 2019 يا والد فلوقات، يعني ديك العام هذاك دوزتو شويه معذب القهوه، كنت كنعس في الزنقه، نعس في الخراب، نعس مع بنادم، وبزاف د الحوايج دازوا عليا الخاو ديالي الصراحه خاي والد. يعني دوزت العذاب. جاتك الفكره زعما من الديبار واش كانت عندك قبل قلتي زعما نطلع نتسمى نعمل هذا الشيء ولا انا كانت انا اصلا كنت عملت واحد الفيلم كنت ديالي في 2011 حق الله، كنت باقي صغير عندي في اليوتيوب دابا حاليا باقي عندي، كنت كنبان صغير فهمتي، كنت نقرا في المدرسه وكنا كنعملوا داكشي، كانت عندي واحد الكاميرا صغيره كنا كنصوروا فيديوهات كذا صافي، بقات في بالي ديك الهوايه. وكنت نتبع بزاف ديال الناس، يعني ملي كنت في المغرب هنايا كنتبع لي فلوكيرز كذا، بزاف الناس كانوا في اوروبا كيصوروا كذا، وهذيك صافي دخلت هذه الفكره في راسي، كنت غادي نطلع ان شاء الله انا بدي غادي نبقى نعدل الفيديوهات ونوري الناس اللي كاين في اوروبا، والحمد لله بخير دابا. يعني دابا هذا حاليا اللي كتعملوا تما فيه شي مدخول مزيان ولا؟ طبعا الخاوه ديالي ميكذب عليك كذاب اللي يقول لك هذا الشيء هذا ما فيه والو خوتي، يعني اي حاجه عملتي راك انت ولد السوشيال ميديا وكتعرف، يعني المشاهدات وداكشي راه كيخلصوا الخاوه، يعني ماشي شي واحد كيعطيك شي حاجه او لا كنسعاو او لا شي حاجه، يعني عادي السوشيال ميديا مفتوحه هذه المنصه هذه، يعني اي واحد عنده شي حاجه يقدر يعمل يتخلص منها نورمال، كاينش مشكل كاع. شنو مثلا الحاجات اللي كتجبرهم صعابين في هذا الدومين هذا؟ بالنسبه اللي كنجبر صعيب ما كنجبر حتى شي حاجه صعيبه من غير بعض المنتقدين، ماشي كلشي، يعني كاين الناس اللي كتقول لك صيغي يعني كمل كذا برافو حنا معاك وكذا، ولكن كاين شي فئه راك كتعرف، يعني راه اي واحد راه كتلقى عنده منتقدين، سواء كان كيعمل شي محتوى مزيان او ما كيعملش محتوى مزيان غادي تلقى عنده المتناقدين ضروري هذه، وانا داكشي هذاك راه ما كيهمنيش اخوتي، يعني لا تقول اي كلمه ما كتهمنيش فهمت، ما كتاثرش عليا لا حتى شي حاجه عادي. شنو هما الدول اللي عجبوك في اوروبا؟ درتي بزاف الدول ولا بقيتي غير في اسبانيا؟ بالنسبه للدول اللي دورت 11 دوله خاي والد. بالنسبه للدول اللي درت اخوتي ديالي منهم اسبانيا، ومن بعد اسبانيا بقيت فيها واحد المده اللي هي مده 8 شهور وما عجبتنيش، شفت فيها شي سيستيم الخدمه ما كايناش صافي، حاولت اخوتي نطلع بحالي من فوق، طلعت من بلجيكا، من بعد بلجيكا خدمت تما واحد العام، يعني خدمت مزيان صوبيت راسي واحد شويش وهبطت من اسبانيا، وملي هبطت اسبانيا كريت عاود ملي كنت في اسبانيا عاود بانت لي عاود نمشي لدوله اخرى صافي، تما بقيت كنتسارى من دوله لدوله وبقيت كنعمل فيديوهات، ومشيت لسويسرا، مشيت للطاليان، مشيت لهولندا، مشيت للوكسمبورغ، المهم شي 11 دوله ديال اوروبا اللي درت اخوتي ديالي، باقا لي البرتغال، يعني اوروبا احنا ما نهضروش على اوروبا الشرقيه، هذيك اوروبا الشرقيه ما عندنا نعملوا بها، احنا نهضروا على اوروبا اللي هي اوروبيه فهمتي، درنا 11 دوله اخوتي ديالي. دابا حاليا فين مستقر دابا؟ حاليا انا ما مستقر في حتى شي بلاصه، دابا انا نطلع اسبانيا عاود تبان لي نمشي عاود شي دوله اخرى فهمتي، يعني انا دابا انا هادشي تخلي في الدم ديالي، هادشي ديال الرحلات والسفر وكذا، ما كيعجبنيش نبقى في بلاصه واحده، دابا اسبانيا ما كنضربش فيها شهر شهرين حتى كنوصل الصاك ديالي كنعلق في حالي عاود شي دوله اخرى فهمتي. شنو هو شي موقف اللي صعيب وقع لك اللي ما تنسالكش في اوروبا؟ شي موقف هيدا اللي دوزتيها ولا شي فتره هيدا اللي دوزتيها؟ صراحه انا خي وليد ما عنديش شي زعما شي مشكل اللي وقع لي وباقي مأثر فيا ولا باقي كنتفكروا، الحمد لله داز كلشي بخير تما، ما نكذبوش على الله. ما وقعلكش يعني شي حاجه؟ لا حتى شي مشكل الحمد لله. مثلا بقيتي هيدا اونبان هادي اونبان هادي بلا ما تسول شي واحد، يعني الاغلبيه كتجيبها كي واحد النهار كيبقى اونبان كينعس في الزنقه، هادي راه حاجه عاديه يعني جاري بها العمل، ماشي شي حاجه اللي غادي تاثر عليك وغادي متوقع من الديبار. متوقع يعني من الديبار متوقع غادي يوقع لك هادشي هذا فهمتي. ومثلا شي نهار شي واحد مثلا كان صديق ديالك قريب ولا شي حاجه وخوا بك شي حاجه عمرها ما وقعت لك هاد اللعيبه هادي؟ لان واحد الصديق وعارف واحد فاروج بحال خلي ربي غادي يحاسبه فهمتي، ما بلا ما نجبدوه بلا والو خلي قلنا شنو ليستوار بلا ما تجبدو مثلا. واحد النهار كانت دالي التليفون الخاوه ديالي، كنت يلاه شاري التليفون، كنا دار مع موالين الدار، مشيت تبات معاه في الدار، التليفون خليته كيتشارجا، لقيت غير الشارج، شكون داه؟ قال لي انا ما ديتش الخاوه، وحنا انا وياه في الدار، شكون اللي غادي يدي هاد التليفون في نظرك اخايا؟ يعني هو دا وجا الخبار ودازت داز الوقت وهضرنا مع بعضياتنا، وقال لي اسمح لي وكذا وهذاك راه درتيني كنتي عارف وما كانش عندي، قلت له الخاوه التليفون يلاه شريته كندار مع موالين الدار وما عنديش فلوس وما خدامش، يعني صعيبه الخاوه ديالي دير لك واحد التليفون كتهضر مع موالين الدار وتما عاود خصك تسرق باش تجيب التليفون، انا الحمد لله عمري سرقت تما وما عندي حتى شي مشكله، عمرهم شبروني على شي حاجه. تبارك الله عليك. والله دابا سمحتي له ولا باقي؟ الله يسامح هانيه ماشي مشكل. حاليا شحال في العمر ديالك اخايا؟ انا مواليد 97 اخاي وليد، دابا حاليا عندي 25 عام اخاي، كنبان صغير على 25. صغير هيداك السنه ما فكرتيش هيدا تتزوج ولا شي حاجه؟ حاليا اخاي وليد باقي ما كنفكرش في الزواج، كنت باغي نتزوج في اوروبا وما كتبش بواحد بنت مغربيه، ما غاديش نكون نعمم يعني نقول كاع بنات ديال المغاربه في اوروبا يعني ماشي مزيانين، ولكن كاين واحد الفئه ديال 75% اخاي ديالي كلشي ماترياليست اخاي ديالي، عندك هما معاك ما عندك شي تهلا، والاغلبيه النساء في اوروبا ماشي كلشي
اغلبيه كيطلعوا الرجال ديالهم من الحبس، كيطلعوهم من المغرب من تمايا ومن بعد كيسمحوا فيهم. اغلبيه هادشي هذا راه منتشر في اوروبا ومعروف. علاش زعما كاين؟ ما عرفتش علاش يعني. شوف دابا شحال من واحد كيطلع المراه ديالو من المغرب من تمايا في الاخر كتعمل لهم ماطراطو. انا نشرح لك شنو هي ماطراطو. ماطراطو هي العنف، يعني كيعنف المراه، وتما باش تعنف المراه راه يقدروا يديوك من الحبس يغبروك، فهمتي؟ وهي واخا ما كيضربهاش الراجل ديالها كتمشي كضرب راسو ولا شحال كتقول لهم راجلي ضربني، كيجيو كيديو حيت تما عندهم حقوق المراه هي بزاف. يعني عطينا واحد القيمه اللي ماشي غادي نطيحوا بها، ولكن عطينا قيمه كبيره بزاف. واخا تكون هي ظلماك كتصدق انت اللي ظلمه. هذا هو المشكل اللي كاين. علاش بزاف الناس ما كيفكروش في الزواج في اوروبا، واغلبيه ما كينجح لهمش. والبنات ديال الاوروبيين اللي اوروبيين حقيقيين كيفاش كيشوفوا المغاربه اللي عايشين تما؟ انا كنعرف بزاف د الدراري مغاربه الخاو ديالي تبارك الله تمايا، يعني مزوجين مع قوريات والدين معاهم خدامين بخير، يعني عادي. وكاين عاود كاين اخي واد، ماشي زعما نقول لك كلشي مزيان، قوريات مزيانين ومغربيات ماشي مزيانين. يعني فيما تقدر تقابل بنت الناس تما مغربيه وتعيش معاك في الحلال وكذا وتصوفيك وما عندكش الوقت تعدل لك الاوراق. يعني ماشي غادي نقولوا البنات كاع تما ماشي مزيانين. ما كرهناكش تقول لنا مواصفات الزوجه اللي كتمناها يعني في المستقبل؟ مواصفات ديال البنت اللي بغيتها تكون بحالي، يعني نفس العبار ديالي، ميني بحالي انا، تكون ميني انسان ميني فهمتي، ما تكونش غليطه وما تكونش كبيره، نقدروا نعيشوا انا وياها، تكون بنت الناس ظريفه بنت فاميليا. هذه هي المواصفات ديالي. وانا ما كرهتش نتزوج هنا في المغرب صراحه، عقليه هنا تكون بنت الناس نتزوج بها في المغرب، ما بغيتش نتزوج في اوروبا يعني. مغربيه وتكون عايشه في المغرب، ما تكونش عايشه في اوروبا. الحاجات اللي كتعجبك تعملهم في الحياه اليوميه ديالك مثلا؟ الحياه اليوميه ديالي انا كتعجبني نسافر، كيعجبني نخرج، والاغلبيه كيعجبني نمشي بوحدي. حيت بزاف الناس يقولوا علاش كتمشي بوحدك كذا، واش مرض التوحد واش كذا. انا كنلقى راحتي بوحديتي الحمد لله، كنسافر بزاف، كنمشي غير بوحديتي وما كنمشيش مع الناس. ماشي يعني ما كنبغيش نمشي مع الناس، ولكن انا كنرتاح ملي كنكون مع راسي بوحديتي. كنرتاح بزاف. كنرتاح بزاف. شنو هما الخطط المستقبليه اللي ناوي تعملهم ان شاء الله؟ الخطط المستقبليه ديالي اخي وليد، كنتمنى نجمع شي بركه ديال الفلوس ونعمل شي مشروع هنايا في البلاد ديالي ان شاء الله. ان شاء الله شي مشروع. يعني عارف بلي ديك ديال السوشيال ميديا وباغي نطلع الوالد ديالي للحج ان شاء الله باذن الله. الحج ان شاء الله. الحج العمره ان شاء الله. ان شاء الله. هذا هو الحل. شحال هو اكبر مبلغ اللي شبرتيه من السوشيال ميديا؟ لا قلت لك اخي هذيك راه حتى واحد ما بقى يتفرج فيا، خليها هيداك.